لو نزلت تشتري صابون ومسحوق غسيل وجبت لبن وجبنه رومي، لازم تحط الصابون والمسحوق في كيس واللبن والجبنه الرومي في كيس تاني، عشان المسحوق والصابون ما يلقطوش من بعض. والبني ادم مننا برضه بيلقط، سواء في تكوين الشخصيه ولا في الاسلوب ولا في الحاله النفسيه، فلازم بالظبط يكون عارف هو محطوط في انهي كيس. واكبر دليل على كده انك ساعات بتكون مخنوق فتخرج شويه مع اصحابك تفك عن نفسك وتفرفش، معنى كده ان الانسان بيتاثر باللي قدامه. يبقى اكيد اللي بيتابع صفحات وفيديوهات كئيبه هتلاقي دايما مزاجه وحش ومتعكر، واللي بيسمع اغاني حزينه هتلاقيه دايما حزين على نفسه، ولو حتى هو مش حزين اصلا. امك لو لقت اسلوبك متغير ساعات كتير فبتقول لك انت مع مين اليومين دول، انت مش عاجبني، معنى كده انك من غير ما تحس بتاخد شخصيه اللي حواليك. واكيد بتصادف اتنين متجوزين وتلاقي ملامحهم فيها من بعض كتير. لسه شايف من شويه فيديو الواحد كان بيضحك في المترو، فاللي قاعد جنبه ضحك بسبب ضحكه، فكل اللي قاعدين في المترو ضحكوا لانهم شافوا غيرهم بيضحك، والضحك ده اكبر معدي. انت نفسك لما حسيت ان انا بضحك ضحكت ووشك ابتسم. فلو مرتبطه بشخص اناني او غلط غصب عنك هتبقى مكتئبه ودايما حزينه وعصبيه. ولو صاحبت واحد جدع طبيعي هتتعلم منه وتبقى اجدع منه وتبقى زيه وفيك من طباعه وشخصيته ومن ذوقه. حط شويه جزر في علبه فيها ميه وسكر واقفل عليهم، وفي علبه تانيه حط فيها ميه وملح وحط شويه جزر تانيين واقفل عليهم. دول هيبقوا مربى ودول هيكونوا مخلل، على رأي المثل من عاشر القوم 40 يوما صار منهم. خد اللي يعينك ترتقي بيه ويرتقي بيك، سواء بقى صاحب ولا عريس ولا عروسة أو حتى صديقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني انت شبه صاحبك وانت شبه اللي تصاحبيه. ولو انت حاسس بقسوة قلبك طبطب على الفقراء والمساكين هتحس ان قلبك هيرق. ولو انت حاسس انك مش كويس دور على الكويس وصاحبه حتى لو ما بقتش زيه، اهو اضعف الايمان مش هتعمل الغلط قدامه. وانت ما تعرفش هيحصل ايه يوم القيامه لما صاحبك الكويس وصاحبتك الكويسه تدخل الجنه وما لقيتكيش، ساعتها هتقول يا رب ما اقدرش اقعد في الجنه الا مع صاحبتي، وانت هتقول الا مع صاحبي. وهتسال ربنا سبحانه وتعالى عنك وتطلب من ربنا انها تشفع عليك وتدخلك الجنه لما كنتش وياها. والإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله كان يوصي أصحابه ويقول لهم إن لم تجدوني بينكم في الجنة فاسألوا عني، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقبل شفاعة الصاحب لصاحبه لما بيتوسط له. والله تبارك وتعالى قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني كل الأصحاب هيكونوا أعداء لبعض إلا المتقين اللي كانوا بيتحبوا في الله تبارك وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقبل شفاعة الصاحب لصاحبه لما بيتوسط له، وبيطلب من ربنا سبحانه وتعالى إن يخرجه من النار ويدخله الجنة. ولو ربنا سبحانه وتعالى قبل شفاعة الصديق لصديقه بيبعت ملك من الملائكة عشان يجيب صديقه من النار، نعوذ بالله منها ومن حرها، ويجعله من أهل الجنة. كل ده بسبب شفاعة صاحبك. وعشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال المرء يحشر مع من أحب. فيا رب ارزقني وإياكم باللي حل أيامنا. السلام عليكم. Jadi, kom. Insyaallah, mabruk. Cek. Oke.